السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نوفيل فيديو. ان شاء الله يا ربي تلقاكم في احسن الاحوال، اموركم جيده ولاباس عليكم. كي راكم مع حلويات العيد؟ على بالي بلي راكم جميعا مع العجين. اليوم راح نشارك معكم وصفه لي زاموندين. تجي وصفه سهله وتجي هشيشه وتحمر الوجه. الا بغيتي حق الملح غير ديريها في هذا العيد. يلا نتبعوا الفيديو. راح نشارك معكم جميع الخطوات. شوفوا من الداخل كيفاش تجي هشيشه. الصورة راهي تعبر على طراوة هذا الكاطو. على بركة الله نصلوا على الحبيب المصطفى ونبداو في مقادير الوصفة. عندي هنايا 125 غرام تاع دهان ولا مارغرين. نضيف عليهم 3 مغارف سكر يكونوا بومبي. انا هنا استعملت سكر المرجان، سكر غلاس تاع المرجان، راه متوفر عندنا هنايا في فرنسا. نخلط الدهان مع السكر، نضيف عليهم ايضا مغرف تاع لافاني، والقرصه تاع الملح غير رشه. الدهن هنايا تكون طريه. نضيف عليهم 2 كيسان تاع فارينه يكونوا بومبي. بعد ما غربلتها اكيد ما ديرناش لي غريمو، ونزيدوا عليهم ربع ساشيه تاع خميره كيميائيه. ايضا نغربلوها باه نتفادوا الحبيبات ولا لي غريمو كيما بغيتو قولوا لهم. هنا نديرو حبه بيض كامله، ونجمع المكونات بدون عجن لاباط تاعنا، ما تعجنوهاش غير على اصابع اليد ونلموها. بعد ما لميت العجينه تاعي درتها في السيلوفان وخليتها ارتاحت. نجيبو هنايا لي باكيت تاعنا ونبدو نعمرو فيهم العجين. السمك تاع العجينه ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق. ونحاولوا نسقدوا الاطراف تاع المول تاعنا. فوالا خدمتهم ساهله، ما تديش الوقت، بالخف على وقفه تكمليهم. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت لي مول تاوعي نضيف عليهم مغرف تاع النيسلي. من الاحسن، انا ما عنديش الكونفيتور تاع لابريكو، من الاحسن تستعملوا مربى المشمش. من الاحسن، انا ما كانش متوفر عندي درت النيسلي، درت مغرف ماشي مغرف يعني على راس المغرف تاع النيسلي. الصوره راهي واضحه. ونخلوهم يرتاحوا في الثلاجه. نروحوا للحشو. عندي نص كاس تاع السكر عادي، نضيف عليهم 125 غرام تاع الدهان ولا الزبده تكون طريه. شويه تاع لافاني، مبشور حبه تاع ليم، حبه تاع البيض وصفر حبه بيض.
البيض يكون متوسط. نباتيهم حتى يذوب لنا هذاك السكر، ونضيف عليهم كاس بومبي تاع اللوز. اللوز هنا خليته بقشوره ورحيته. نواصل في الخلط بالباتيغ. حتى يندمج لنا الخليط كامل، يندمجوا قاع المكونات. نضيف عليهم 3 مغارف تاع الفرينه بومبي، يكونوا بيان بومبي شيرات، ولا درتوهم ممسوحين ديروا 4. ونباتيهم. هذه لاباط اسمها لاباط فرانجيبان، يستعملوها في الحلويات الفرنسيه. درتهم في لابوش ادوي، وعمرت لي مول تاوعي، يعني باه تجيني الخدمه سهله. اللي ما عندهاش لابوش ادوي دير بالمغرف تعمرهم. شاهي خواتاتي لي مول تاوعكم ما تعمروهمش كاملين، لقيت تخلوا شويه تاع ليسباس، خاطر من بعدا كينا غادي يتغونفلاو وبتتفادوا باهي يسيلي لكم هذاك الخليط. عما هنايا زينتهم بلي زامونت ايفيلي كيما راكم تشوفون. نحاول نضغط بهكا با يطيحوناش، هذوك لي زاموند ايفيلي ما يطيحوش من يكونوا يطيبوا. انا هنايا في هادو ليمول شويه عمرتهم زياده، سالوا لي شويه في الفوغ، دونك غير نقصوا شويه، ديروا عاود 3 كار. هنا بعد ما ستفتهم في البلاطو تاعي، عاودت ضغطت عليهم ونطيبهم على 180 درجة لمدة 10 دقائق من فوق ومن تحت. بعد ما طابوا لي باخكات تاوعي رشيتهم بالسكر الكلاصي، وحطيتهم في لي كيسات. وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة، يعني وصفة اكثر من رائعة كما قلت لكم، وتحمر الوجه. وها هو الشكل النهائي تاع القاطون تاعنا. مع السلامة حبيباتي.